القصة أنه كان هناك نبي اسمه ياعوز. جاء عوز، جاء عوز، جاء عوز، هذا اسمه ولكنه جاء عوز. طيب احنا ندخل حلقتنا وموضوع حلقتنا. لا عندما جاء هذا هو الذي أتى بالشعار. أول من قال بالشعار هو نبي الله ياعوز، عندما قال الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. وكان أمريكا موجودة من هذه الأيام؟ هو نبي وكان يعلم الغيب. نعم، وهو عندما ولد مات. وسيخلق في هذه الأيام، لا ندري هل هو في مصر أم في المغرب أم في جاعوز سيلد وسيظل يوم واحد يقوم بالصرخة التي هي شعارنا والتي نحن الشيعة نعتمد عليها، وهي طيب هذا قائدنا. شعاركم الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. نعم. ليش؟ لأن أمريكا محتلة العالم. أيوة. وإسرائيل دخلت فلسطين وهجرت الناس. طيب أنتم احتليتوا الأحواز وهي أكبر من فلسطين. إيش قلت؟ أنتم الشيعة احتليتم الأحواز وهي أرض مساحتها أكبر من فلسطين. فتشوا. كيف فتشوا؟ هذه أخبار. هل أنت متأكد أني أكلمك المخرج سأل هذا السؤال؟ هجرتم أهلها واحتليتوها. هل المخرج كلمك؟ لا، لم يكلمني، ما قد بدأناش الحلقة ولا قد رحب له بالمشاهدين. يعني عاد هذا كلام بيني ولا وياك؟ أيوة. نعم، الأحواز استحوذنا عليها لأنها تبعنا في حوزتنا، كل الأحواز في حوزتنا، في حوزتنا حوز وحواز في حوز. يا سلام، لو أنا فنان الله ما أجمل صوتي. طيب إذا ليش بتلوموا أمورك بالاحتلال؟ هم أيضا نفس حقكم الفكرة، إنه بيظنوا إني حقهم الأرض. ماذا؟ من؟ الإسرائيليين. لا، أما أنا شوف، أنا بالنسبة للأحواز نحن لم نحتلها، نحن ننشر الدين، هديناهم إلى الدين، إلى دين الإسلام الحق، إلى دين الشيعة. هم كانوا مسلمين كفار. مسلمين كفار؟ نعم، كل المسلمين يعتبروا كفار إلا الشيعة. نعم، فالشيعة عندما حلوا في العرب كانت لهم حكمة. الآن عندما ننظر هنا وهنا وهنا هي حكمة، كما قال الفنان: من حكمتك يا زرار حليت بين الكعوب، من حكمتك. لماذا؟ لأنه يضغط على الإنسان في حبوب تسمى حبوب منع الضحك، لو تستخدمها هذا بالنسبة لماذا؟ للضحكة. أما بالنسبة أن نحن سنحتلنا الحوض وسنأخذها وسنأخذ كل الدول العربية. الآن في طريقنا لنأخذ اليمن كاملة. بعيدة عليكم اليمن. الآن سنأخذها. أنتم هجرتم كل المناطق اللي سيطر فيها الحوثيين. نعم، أي منطقة تدخل تأتيها غثاء. فتبعد الناس الأطهار منها حتى تصفو لك الحياة. تبدأ تستبعدهم. الذي تستطيع أن تهجره، والذي تستطيع أن تقتله، والذي تستطيع أن تكسبه إلى طريقه. فالقضية وما فيها أننا سندخل كل البلدان العربية، كل البلدان. احنا ليش زعلانين من إسرائيل ونقول ليه؟ لأنها أخذت فلسطين علينا. احنا قلنا ليش نستحل. دخلوا علينا، دخلوا بنت كلب. اليهود هؤلاء عرفوا ان احنا ناويين على فلسطين. احنا كنا نريد ان ندخل فلسطين اول شيء، دخلوها. هم عيال عمنا طبعا في العقيده ويمكن البعض يقول انهم افضل مننا كشيعه، ولكننا اقول اننا سندخل كل البلدان. طيب وإذا دخلتموها بتفجروا بيوت الناس، بتفجروا بيوت الله، بتهجروا أهلها، إيش بتسووا إذا بتدخلوا تهلكوا الحرث والنسل؟ إحنا لماذا ندخل البيوت؟ لماذا ندخل المدن؟ حتى نطهرها من ما؟ من أهلها؟ فلنجعلها قضية معنوية أو مادية، نتناقش بين البين. إذا كنا سود نفضل أننا الجانب الأسود، دخلنا هذه المنطقة وفيها أبيض، ماذا سنعمل؟
سنبعد الأبيض صح؟ في الموضوع يعني ينطبق على إنسانية الإنسان. إذا دخلت منطقة وما عجبك شخص اقتله، اذبح، يعني طبيعي. إذا ما أنت معي فأنت ضدي. حتى أولا وآخرا المسلمين هؤلاء هم كفار. اتفقت أنا وياك على هذا الشيء؟ لا، ما قدرت كمل فكرتك. نعم. فنحن سندخل كل البلدان. دخلنا باليمن وعمان، بدأنا نخطط لهم، وبدأنا نخطط في قطر. يعني في أمور خطيرة جدا. أنصار الله معنا، لبنان حزب الله معنا، العراق معنا، سوريا الآن سندخل إلى كل المناطق العربية كاملة، ومن ثم سننتقل. لكن في صحوة عربية قادمة وعارمة. أنت لا تعلم هذا الشيء. طيب أنتم هدفكم من دخول العرب والمسلمين وبلدان المسلمين وتهجيرهم إلى أن تصلوا، يعني هل فعلا تخططوا لأن تصلوا إلى مكة والمدينة؟ مكة والمدينة إن شاء الله. قد لنا فترة وإحنا نقول إن شاء الله إن شاء الله، ولم نستطع. السعودية هؤلاء من بسيطين. أنت عارف، هل تعرف لماذا نريد أن ندخل الوطن العربي كامل؟ حتى لأنها ستعود خلافتنا. نعم، ولكن السعودية هانة واقفة. يا ريت أن معنا قنبلة ذرية. كيف سنقومهم؟ هل تعلم أنه بعد أن نسيطر على الوطن العربي سننتقل إلى أوروبا وأفريقيا؟ نعم، حتى أوروبا، بل وسندخل إلى روسيا وسنسيطر على جميع العالم، ثم إلى زحل، ومن ثم سنسيطر على مجرة انزل من التبان. الزحل والمريخ وخلينا في روسيا. روسيا. الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، هل هي كانت لكم أو عليكم أو ما موقفكم منها؟ في الحقيقة بصراحة أربكت حساباتنا. كيف؟ كان الغرب أصدقاؤنا. تمام. عندما كانوا أصدقائنا كانوا يدعمونا. روسيا عملت لهم مشكلة في بلادهم، ذا الحين تخلوا عننا وبيقولوا والله ان احنا حالبين في رواحنا. طيب وألمانيا ما موقفها منكم؟ غيرت موقفها تغيير بسيط لكنها تغيرت. طيب وأمريكا؟ أمريكا بنت حرام. أمريكا بنت حرام. بايدن يواعدنا ولكنه لا يفي بوعده أبدا. مرمطوها السعوديين. يعني بينكم تواصل ضد بايدن والشعار الموت لأمريكا؟ مرمطوها السعوديين بسبب 20 برميل بترول. الموت لأمريكا شعاركم، بتتواصلوا مع بايدن؟ نحن حبايب في لباس. بلهجة اليمنيين هناك مثل. يا مخرج انت صورت؟ لا ما صور المخرج، الآن سيصور المخرج. هيا نبدأ بحلقة التي سنتكلم عليها، وهي لكن تدي الكلام كله. لا، هذا كلام بيني أنا وإياك. ما بلا تجيب الكلام كله ماشي، ما بنصور. لا يجوز. ابدأ الحلقة. 5 4 2 3. صورنا كامل والناس يشوفوا كذبكم وادعاءكم. ألقاكم في حلقة ثانية.